موتوا أبوهم بعد لما عرفوا إن اتجوز على أمهم وخلف بنت هتقسمهم في الميراث. علاء حمدان مرزوق عمره 46 سنة، من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. علاء في بداية حياته سافر لدولة رومانيا علشان يشتغل، وهناك اتعرف على بنت رومانية اسمها فيو كاين، وأعجب بيها جدا وطلب يتجوزها. فيو كاين كانت بتحب علاء جدا وقررت إنها تسلم علشان تتجوز علاء، وبالفعل اتجوزوا. ومع مرور السنين علاء كان بيشتغل وقدر إنه يكون مبلغ مالي كبير، وقرر إنه ينزل مصر ويستقر فيها. وخلال فترة جوازه من مراته الأجنبية كانوا خلفوا ولدين، حسين وعمر. ولما قرر إنه هو ينزل مصر، مراته نزلت معاه واستقروا في العاشر من رمضان. وعلاء قرر إنه يفتح معرض كبير للأجهزة الكهربائية، وأخد مكان كبير في نفس البلد في منطقة المجاورة الرابعة، وفتح معرض كبير جدا. وخلال فترة بسيطة اسم المعرض بتاع علاء كان مسمع جدا. كان حسين عمره 20 سنة وعمر 21 سنة، وكانوا عايشين في مستوى مرفه. ومع مرور الوقت مراته بدأت تلاحظ حاجة غريبة، إن علاء بدأ يتأخر عن مواعيده المعروفة، وكان كل لما تسأله بيتأخر ليه يقول لها إنه كان وراه شغل. وبدأت مراته تشتكي لقرايبه والأهل علاء عن موضوع تأخيره، لحد لما بدأت إنها تشك فيه، خصوصا إن مواعيد شغله معروفة. الأمر اللي خلى مراته تحس إن في حاجة غلط، وقررت إنها تراقبه. واكتشفت إن علاء متجوز بنت تانية وكانت معاه في العربية، بس هي ما قدرتش تعرف مين البنت دي لأنها كانت منقبة. ومراته قررت إنها تسكت لأنها كانت بتحبه، وقالت الكلام ده لأهل علاء. ولما واجهوه علاء أنكر وقال إن مفيش أي حاجة من الكلام ده. فقررت مراته إنها تدور وراه وتشوف إيه الحكاية بالظبط، واكتشفت إن علاء خلف بنت من مراته المنتقبة. في اللحظة دي قررت إنها تواجه علاء بكل اللي عرفته، وبالفعل قالت له، لكنه برضه أنكر. فمراته اشتكت لأهله إنه متجوز منتقبة ومخلف منها بنت، ومش معقول بعد ما أسلمت علشانه وسابت بلدها وأهلها وكل اللي ليها ورجعت معاه مصر يعمل معاها كده. وقالت نفس الكلام ده لأولادها، لكن علاء برضه أنكر كل الكلام ده، واتهمها إنها ست مجنونة وبتهيأ لها حاجات. وبالفعل هي سكتت خالص لحد يوم 26 ديسمبر عام 2012. علاء كان متعود إنه هو اللي يفتح المعرض الأول، وبعد كده العمال بيجوا بعد منه. وفي اليوم ده علاء راح المعرض الصبح علشان يفتحه، وبعد لما دخل العمال بيوصلوا بيتفاجئوا بيه مقتول في المعرض وغرقان في دمه. فبيبلغوا الشرطة اللي بتوصل بسرعة ومعاها الإسعاف. وأثناء المعاينة المبدئية بيكتشفوا إن وضعية علاء وهو واقع على الأرض داخل المعرض كانت بالطول ووشه للمعرض، وإنه مات بطلقة رصاص، يعني اللي قتله كان مستنيه جوه المعرض. وبالتفتيش اكتشفوا وجود فتحة من الصندرة الأعلى المعرض، يعني في شخص طلع فوق المعرض وفتحوا فتحة من فوق ونزل من خلال الصندرة دي. والصندرة مكان أعلى المعرض، وبعدها نزل المعرض من جوه، يعني اللي دخل ما كسرش باب المعرض من بره، ده جاب أزميل وشاكوش وفضل يكسر لحد لما دخل جوه المعرض. والمرجح إنهم أكتر من شخص، وده لأن رجال الشرطة لقوا بعض الأجهزة المنزلية على سطح المعرض، يعني اللي كان داخل علشان يسرق وطلع الأجهزة من المعرض للسطح فوق وبعدها يسرقها ويمشي. ده غير كمان إن رجال الشرطة لقوا المعرض فيه بعثرة في محتوياته، وكان واضح من المعاينة المبدئية إن الجريمة دي كان هدفها السرقة. وإن المرجح إن علاء لما وصل وفتح باب المعرض ودخل شاف الحرامية وهما بيسرقوا الأجهزة، وعلشان كده ضربوا عليه 3 طلقات، 2 ما جوش فيه وطلقة جت فيه ومات في لحظتها، لأن كان فيه 2 فوارغ للطلقات. وإن المتهمين اللي عملوا كده لما انكشفوا وهما بيسرقوا قرروا إنهم يهربوا بسرعة من نفس المكان اللي هو الصندرة، وكانوا مستعجلين لدرجة إنهم نسيوا الأزميل والشاكوش، وتم التحفظ عليهم من خلال الأدلة الجنائية علشان يرفعوا البصمات. وتم تحويل الجثة للطب الشرعي. وبالتحريات عن علاء لو عنده خلافات مع حد لأنه تاجر كبير وله اسمه ومعروف، لقوا فعلا إن في تجار كانوا متضايقين من تضارب الأسعار اللي علاء كان بيعرضها في معرضه، لأنه كان بيبيع بسعر أقل من أسعارهم. لكن بتكثيف التحريات اكتشفوا إن الخلافات اللي بين علاء وبين بعض التجار ما تستدعيش إن حد يأذيه بالشكل ده. وبالتحقيق مع بعض المشتبهين فيهم واللي ليهم سجل مسروقات، لقوا إن مفيش حد فيهم يعرف أي حاجة عن الواقعة، لحد لما رجال الشرطة قرروا إنهم يحققوا مع أهل علاء، واللي قالوا إنهم ما عندهمش خلافات معاه وإنه إنسان طيب ومحترم جدا وفي حاله. وبالتحقيق مع مراته قالت إنها بالفعل شاكة في واحدة، وهي الزوجة التانية لعلاء. ولما رجال الأمن سألوها عن الزوجة دي قالت إنها ما تعرفهاش، وإنها شافتها مرة وكل اللي تعرفه عنها إنها ست منتقبة. فبدأ رجال الأمن يسألوا عن الحالة الاجتماعية لعلاء في السجل المدني،
لو متزوج واحدة تانية أو عنده أبناء باسمه غير أولاده الاتنين، لكنهم ملقوش أي أثر أو دليل إن علاء متزوج أو مخلف أولاد تانيين. وبالرجوع لمراته الأجنبية وبالتحقيق معاها تاني، ازاي اتأكدت ان جوزها متجوز زوجة تانية او مخلف؟ قالت ان في اشخاص معينين هم اللي قالوا لها ودلت عليهم، وبالتحقيق مع الاشخاص دول قالوا انهم ما يعرفوش اي حاجة عن الزوجة التانية دي، وان مرات علاء الاجنبية هي اللي كانت بتقول لهم ان علاء هو اللي متجوز ومخلف بنت. وبالتحقيق مع مرات علاء قالت ان ده كل اللي تعرفه، فرجال الشرطة شكوا فيها. وبالتحريات لو كانت خرجت في نفس اليوم اللي زوجها اتقتل فيه لقوها ما خرجتش من البيت. وبسؤالها عن أولادها حسين وعمرو قالت إنهم أخدوا الأجازة وسافروا لأهلها في رومانيا. طبعا الأولاد لما عرفوا إن أبوهم مات أخدوا أول تذكرة ورجعوا على مصر تاني. في نفس الوقت بيطلع تقرير الأدلة الجنائية اللي بيقول إن الشاكوش والأزميل ما كانش عليها أي بصمات، وإن الشخص اللي عمل كده كان لابس جوانتي، وملقوش أي بصمات غريبة في المعرض. وبتكثيف التحريات رجال الشرطة بيكتشفوا إن أولاد علاء ما سافروش قبل موت أبوهم بيوم زي ما قالوا في التحقيق معاهم، وزي ما أمهم قالت دول كانوا حاجزين التذكرة وبعد لما أبوهم مات سافروا. ودي كانت حاجة غريبة جدا، إيه اللي يخليهم يكذبوا ويقولوا إنهم سافروا قبل موت أبوهم بيوم؟ ومن هنا رجال الشرطة بيشكوا فيهم وواجهوهم بميعاد خروجهم من مصر من خلال جواز السفر وبين أقوالهم، وبالضغط عليهم بيعترفوا إن هم اللي قتلوه قبل لما يسافروا. بتبدأ القصة لما علاء عارف إن أولاده بيشربوا مخدرات، ولما عرف قرر إنه يقلل مصاريفهم، الأمر اللي ضايقهم جدا وحسوا إن أبوهم بخيل وما بيصرفش عليهم زي أصحابهم. وبعدها أمهم بدأت تزرع في راسهم موضوع الزوجة التانية واللي ما كانش له أي أصل، وقالت لهم إن أبوهم خلف بنت وهتورث معاهم، وإنه كمان لو خلف ولد هيورث زيهم، ومش بعيد أبوهم يكتب له الميراث لأنهم بيشربوا. وبدأت ترسخ في راسهم فكرة إن أبوهم لو مات هيقدروا يورثوه. وبدأ الأولاد يفكروا في أول خطة ليهم، وهي إنهم يجيبوا سم ويحطوه في الأكل، لكنهم تراجعوا عنها عشان ما يتكشفوش. وبدأوا في الخطة التانية، وهي إنهم يشتروا طبنجة من محافظة المنيا، وبعد لما اشتروها فكروا إنهم ينفذوا الواقع. وأبوهم مسافر على طريق القاهرة، وقفوا في طريق الصحراوي في جنب وضربوا عليه طلقات لكنها ما صابتوش. والأب وقتها فاكر إن هم انقطاع طرق، وبدأوا في ثالث فكرة شيطانية ليهم وهي فكرة المعرض، لكنهم كانوا محتاجين شخص ثالث معاهم علشان يساعدهم في شيل الأجهزة الكهربائية لأعلى المعرض. وكلموا صديق ليهم اسمه محمد وحيد وعرضوا عليه مبلغ مالي كبير، وبالفعل هو وافق. وهناك دخلوا المعرض من خلال الصندرة ونقلوا بعض الأجهزة الأعلى للسطح، وبعدها استنوا أول لما فتح باب المعرض ودخل ضربوا عليه الطلقات. حسين وعمرو اعترفوا إن أمهم هي اللي خططت لكل ده، وقالت لهم يجيبوا شخص يساعدهم، وقالت لهم كمان يلبسوا جوانتي علشان البصمات. لكن الأم الأجنبية أنكرت كل الكلام ده، ولأن ما كانش فيه أي دليل عليها تم استبعادها. وبعد التحقيقات والمحاكمات تم الحكم على حسين وعمرو ومحمد بالإعدام.